السلام عليكم. النهاردة هننضف مع بعض الفراخ بطريقة بسيطة جدا وسهلة بدون اي عقد او كلاكيع. هنجيب كده طبق بلاستيك وهننزل فيه بمية سخنة. المية دي انا سخنتها في الكتل. شرط سخونة المية ان هي ما تبقاش واصلة لدرجة الغليان، يعني تبقى سخنة قوي لكن مش غليانة. تقدري يعني تحط ايدك فيها كده بس تبقى سخنة قوي ما تتحمليهاش. تمام. هننزل بقى بالفرخة، وحاولي وانتي بتسقطي الفرخة مش تسيبيها فترة طويلة قوي على مكان واحد او جنب واحد، بتقلبي فيها باستمرار كده وهي في المية، بتشدي ريشة كده بتشوفي اذا كانت الريشة بتطلع بسهولة ولا بتطلع بصعوبة. هنا انا حطيتها في المية على طول، وطبعا قلبتها باستمرار بالشكل اللي انتوا شفتوه في الاول لحد ما صمتها. حركة ان انتي تحطي المية المغلية وفيها الفرخة دي بنقول عليها تصميت، فانا صمتها من كل الجوانب. طبعا هقعد بقى انتش في الريش كده على طول بسرعة. لو تلاحظوا هتلاقوا ان الفرخة جسمها املس. يعني ايه جسمها املس؟ يعني المية ما لحقتش ان هي تأثر عليه. ده طبعا علشان المية مش مغلية قوي. يبقى اهم حاجة في الموضوع ان انتي المية ما تغليهاش، المية تبقى سخنة، سخنة قوي بس مش مغلية. تمام، يعني يا دوب ايدك كده تتحملها. هننتش بقى الريش بتاعها كله. طبعا هي متاخدش وقت مادام بتصمتيها كويس، تنتشي براحتك ما تخافيش، لكن لو هي متصمته جامد هتيجي تنتشي الريشه يطلع معاكي الجلد. كده هي حلوه قوي، شايفين ما شاء الله ملسه وشكلها حلو قوي. هنشيل كل الريش اللي فيها بقى. طبعا انا مش بشيل الريش اللي بيبقى في نهاية الجناح، لان نهاية الجناح بشيله كله، لان بيبقى فيه مكان مصدر للزفارة. طبعا احنا هنعرف دلوقتي كل الاماكن اللي المفروض بتتشال من الفرخة بعد ما بنطهرها من الريش، عشان ما يبقاش فيها اي حاجة خالص او اي مصدر للزفارة. تحت الباط كده بيبقى فيه شوية من الريش كده خفيف كده، لازم تركزي عليه، بنشيله برضو. حاجة كمان بتسهل عليك التنظيف، يعني لما بتطهري الفرخة من الريش كله الكبير بتحطيها تحت حنفية علشان تنضف من الريش اللي انت شلتيه ويبان لك الريش الصغير اللي لسه موجود. دي حاجة برضو بتسهل التنظيف قوي. بس بعد ما بننضف بقى الفرخة بنيجي من عند الزور كده، بنقطع الجلدة بس، الجلدة بتاعت الزور نفسها. فبنلاقي ايه كعبيرة كده جنب تحت الزور اللي انا بمسكها ديت اللي بيبقى فيها الاكل بتاع الفرخة. بنحاول بالراحة كده نسلكها من الجلدة، ولو ماسكة قوي بنقطعها لان هي بتبقى واصلة لحد الامعاء بتاعة الفرخة من جوه، فبنقطعها بالسكين. هنقطع بقى الامعاء، ونيجي هنا عند الحتة الخلفية بتاعة الفرخة بنشيلها برضو لان دي مصدر مهم جدا للزفارة. هنقطع الرقبة بتاعة الفرخة، هنقطع منقار الفرخة، وبنشيل عيون الفرخة. طبعا واحنا بنقطع المنقار بنقوم فاتحين كده من عند قلب راس الفرخة. شايفين كل الحاجات دي بتتفتح، اهم حاجة الحاجات دي كلها تتفتح. بيبقى فيها عروق للدم، لازم نفتح العروق دي ونطلع منها الدم. طبعا اللي ما بياكلش الراس مفيش مشكلة، يعني ما تنضفيهاش. انا بوريها للناس اللي بتحب تاكل الرقبة والراس يعني. تمام، بنشيل منها العيون وبننضفها بالشكل ده. وهنا بقى خلاص الفرخة كده نطفت كده، بقت جاهزة للفتح، فتح البطن. بنفتحها بقى من المكان اللي انتوا شفتوه ده. طبعا الخطوة دي بتبقى صعبة شوية في حتة ان انت تطلعي بطن الفرخة، لان الحاجات كلها بتبقى ماسكة وبطن الفرخة بيبقى سخن جدا. فلو انت مش محترفة في ان انت تطلعي الامعاء وبطنها، حطي عليها شوية مية وسيبيها حوالي دقيقة او دقيقتين مش اكتر. المية لما بتدخل لبطن الفرخة بتبردها، والاعضاء بتشرب من الميه، فبتبقى منتفخه وبتبقى سهل ان انت تطلعيها من مكانها. يبقى انت لو مش محترفه قوي في تطليع بالذات الكبده، لان الكبده بتبقى تتهري من ناس كتير، حطيها في ميه بارده حوالي دقيقه او دقيقتين وتعالي بقى طلعي، هتلاقي كل الحاجات طالعه معاكي بكل سهوله. خاصه كمان الفشه اللي بتبقى بين الضلوع، والكلاوي اللي بتبقى بين الضلوع برضو، بس في اماكن الوراك من تحت. شايفين انا ايدي فين؟ من عند الوراك كده بيبقى فيه كلاوي صغيرة شبه الكبدة كده، دي برضو مصدر مهم جدا للزفارة، لازم تخرج من الفرخة. وطبعا اللي بيساعد قوي في نظافة الموضوع ده هي المية زي ما قلت لكم. يعني لو لقيتوا اي حاجة من الحاجات دي ماسكة معاكم، شوية مية باردين وسيبيهم على المكان حوالي دقيقة او دقيقتين. طبعا الحاجات اللي هي بتبقى فوق عند الرقبة دي بقى الدهون والصفرة والبيضة
الحاجات دي كلها انا بتخلص منها تماما. يعني انا ما بحبش الحاجات دي تبقى موجوده في الفرخه، ان كل دي حاجات مصادر للزفاره، وبرده بيبقى فيه دهون صفرة هنا في المكان اللي انا بشد منه ده، بشيلها كلها تماما. كمان يعني في ناس بتشيل المكان ده كله، بس هو مفيش داعي، يعني انتي بتنضفي بس وتقوري مكان الخلفيه مش اكتر. كده الفرخه بقت نظيفه وزي الفل، شلنا منها كل اماكن الزفاره وطهرناها. هنمسكها بقى، لو عندنا جنزبيل بودره مع شويه ملح كده، بنمسك الفرخه بنفركها. شايفين مكان الكلاوي اللي بتبقى في الوراك واللي بتبقى جوه في الضلوع في الصدر اللي هي الفشه، بشيلها كلها. انتي بتشيلي كل مصادر الزفاره وكل مصادر الحاجات اللي بتعمل ريحه وحشه للفرخه. الكبده كمان، شايفين الكبده طالعه كلها سليمه وبحالها تمام، والقلب بفتحه عشان بيبقى فيه شريان كبير قوي، بيبقى فيه دم متجمد، لازم الدم ده يطلع، لان برضو اي حاجه فيها دم بتبقى مصدر للزفاره. تمام، شلنا كل الحاجات ديت. والقناصه بقى سهله جدا في تنظيفها، شايفين سهله جدا جدا جدا. يعني هو الفيديو مش محتاج كلام ولا شرح، يعني يكفي ان انت تبصي على الحاجه وهي بتتعمل هتعرفي كل حاجه. يعني هقلم بقى الضوافر بتاعه الفرخه، وطبعا احنا بنطهرها من القشره الصفراء اللي بتبقى عليها واحنا بنصمتها. خلينا اكمل لكم المعلومه بتاعه مصادر الزفاره. احنا طبعا كل مصادر الزفاره اتخلصنا منها، اللي هي الفشه اللي بتبقى في الضلوع عند الصدر، الكلاوي اللي بتبقى برضو في الضلوع عند الورك، الخلفيه اللي بتبقى في الفرخه، جناح الفرخه، الدهون اللي بتبقى في الخلفيه والدهون اللي بتبقى عند الرقبه من فوق، الرغاوي اللي بتبقى بين الوراك بين الجلد واللحم، مزاليق كده، بنتخلص منها كلها تماما. بعدين بنجيب بقى في المرحله دي بنجيب جنزبيل باودر، وبنجيب شويه ملح، وبنفركها حلو قوي من تحت الجلد واللحم. وبعدين بنشطف الفراخ كويس قوي قوي من الملح والجنزبيل، وبعدين بننقعهم بقى في ميه بيضه، تكون بيضه نضيفه كده، بنعصر عليها نعصر الليمونه، شويه ملح وشويه سكر، ونسيبها حوالي ساعه في المحلول ده، بتاخدي احلى فراخ. يا رب الطريقه بتاعتي تكون عجبتكم، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.